هل تريد أن تبيع أو تشتري منزل، سيارة، هواتف نقالة، أجهزة كهربائية، أي شيء مجانا؟ الحل سيلت فور مثل الوسيط ولكن مجانا. تمام. بتقول ان الدعوه دي من غير ذي صفه؟ طبعا لان الجمعيه التاسيسيه وجودها. خلينا نقطع هو استاذ عصام وبعد كده نكمل بقيه النقط. اتفضل يا استاذ عصام. اولا شكرا على الدعوه ومبروك على برنامجك الجديد، اول مره يعني اتشرف بوجودي. ثانيا انا بشيد بالحياد وبالموضوعيه اللي تقدم بها البرنامج وعرض وجهه نظر واحده بس قبل ما نبدا الحلقه بتاعتنا في المقدمه يعني. فكل اللي هي كلهم بيقولوا لا للدستور. دي مسيرات النهارده مش تقرير. لا في فرق ما بين. طب ممكن اقول ولا لا؟ اصل حضرتك بتتكلم كانه تقرير. دي مسيرات حصلت النهارده. ده خبر اخبار. انا عارف كويس. انا عارف ان هي مسيرات. لا قصدي لو في مسيرات ضد كل لا انا عارف ان هي مسيرات والله. لا اله الا الله. انا عارف ان هي مسيرات والله. استاذ سامسون ده انا عايز كمان اقول حاجه كمان ارجوك انت تتحملي بس. لا واشيد كمان بالكاميرا يعني الكاميرا الجميله اللي كانت بتطلع ال 100 واحد 3000 لان بتقرب قوي فما يبانش العدد. انما في المصور خانوا او المخرج خانوا المشهد بتاع ربع العدويه. ولو يا ريت يكرروا تاني عشان خاطر ممكن نكرر كل المشاهد. الحقيقه ما فيش اي نوع من الخيانه. صورنا المسيرات كما ما انت هتدافع عن نفسك في اخر ما فيش اتهام اصلا. او بعدين حلقه تاني. طب بس خلص. لا كل دي المسيرات اللي حصلت النهارده زي ما قلنا خرجت من اماكن مختلفه. ولو استاذ عصام سلطان عنده فكره ان كان في مسيرات مؤيده يقول لنا عليها لانه الحقيقه ما كانش فيه فكنا نعرضها. لو كانت موجوده كنا عرضنا. لا احنا اتعودنا. عرضنا كل المشاهد اللي هو الاستاذ عصام سلطان عايز. احنا اتعودنا ان اذا كنا بصدد موضوع لما تتكلمي عن مسيرات في فقره اخباريه بتجيب المسيرات. ده مش تقرير يا استاذ عصام. استاذ منى انتوا قاعدين هتسمعيني. طب اتكلم ولا بلاش؟ حضرتك بتنظر للمهنه. ده مسيره حصلت النهارده. اجيب مسيره ثانيه منين؟ ممكن ارد؟ اتفضل. طيب لما حضرتك بتكتبي فقره او بتتكلمي على فقره اخباريه بتجيبي المسيرات اللي حصل فيها ايه. انما حضرتك قبل عنوان حلقه فيها 2 جايين يتكلموا على الحوار عن الدستور الدائر بين نعم ولا ثم تقدمي لها بلا ولا يبقى هنا مش المسيرات. لا المسيرات هنا ثواني بس استدعيت المسيرات لان توضع في سياق كان يجب ان يوضع في ذات السياق من يقول نعم ومن يقول لا. طيب الجزء السابق لم يكن تقريرا للفقره ولكن كان متابعه لمسيرات ساعه متاخره ولم يتم عرضها في الحلقه قبل لانها كانت بتتجمع في المونتاج واتعرضت بمعزل عن الفقره دي. لما ابتديت الفقره قدمت لها بدعوه الجمعيه التاسيسيه. شكرا يا استاذ عصام على الملحوظه ولكنها لم تكن في محلها. ادخل. لا كانت في محلها. لا معلش يا استاذه منى كلامك هو اللي مش في محله لان انت عندك فقره في بدايه حلقتك بتتكلمي فيها عن احداث اليوم وكان من الممكن حقيقي يا فندم كان في البرنامج احنا كل وقت لو حصل حاجه دلوقتي هنعرضها. كان من الممكن انك انت تقدمي وتجيبي المسيرات بتاعت النهارده في بدايه اليوم. تحب حضرتك اكمل ولا في مشكله؟ ارجوك. هل تريد ان تبيع او تشتري منزل، سياره، هواتف نقاله، اجهزه كهربائيه، اي شيء مجانا؟ الحل سيلت فور مثل الوسيط ولكن مجانا.